شايفين الكلمة اللي قدامكم دي؟ مش هي 3 حروف؟ بس حيرت العلماء كلهم على مستوى العالم، من علماء اللغة لعلماء التاريخ، دي وصلت لعلماء آثار أجانب يا راجل. بيقول لك إنه في عالم متخصص في المصريات اسمه السير أرنست واليس، اتكلم عن أصل الكلمة دي في كتاب قاموس الهيروغليفي، وقال لك إنها جاية من كلمة مصرية قديمة اسمها يحا، اللي هي معناها وحسرتاه، بتعبر عن الأسف والندم. شويتين وراح طالع علينا عالم آثار تاني بريطاني برضه، واتكلم عن أصل الكلمة دي في تقرير أذاعته هيئة الإذاعة البريطانية BBC. الكلمة دي عارفة إنها طلعت في BBC؟ اكتشفوا إن كان في حقبة زمنية في التاريخ المصري مفيش معلومات كتيرة متوفرة عنها، وهي الفترة اللي اتنقلت فيها مصر من بلد زراعية لدولة مدنية يحكمها ملك، وكان اسم أول ملك يحكم مصر في الفترة دي الملك أحا، والملك ده حكم مصر بعد الملك مينا موحد القطرين. يدخل بقى علماء التاريخ على الخط ويقول لك لا، الكلمة دي سببها تاريخي من أيام الفاطميين لما جم يحكموا مصر، لأن المصريين كانوا رافضين حكم الفاطميين، لأن الفاطميين مذهبهم شيعي لكن المصريين مذهبهم سني، فالمصريين كانوا بيخرجوا في مظاهرات ضد الفاطميين، وكانوا بيقولوا في المظاهرات دي أنا حقا أعترض. الفاطميين لما عرفوا الكلام ده قاموا مطلعين قانون منع الاعتراض، وإلا هتتعرض لعقوبة. المصريين يسكتوا؟ لا يمكن. يعني مزعلاكوا أنا أعترض؟ طب أنا أحتج، بلاها سوسو خد نادي. الفاطميين اكتشفوا الكلمة دي كمان، قاموا مطلعين قانون بمنعها، واللي يقولها هيتحبس. المصريين يسكتوا؟ ابدا. طب انا احتاج، ورونا بقى هتمنعوها ازاي؟ دي كلمه مش مفهومه اساسا. ويقال ان فضل الموضوع مستمر بالشكل ده لحد ما اتحرفت للكلمه دي في عصر الخليفه الحاكم بامر الله، وده لانه كان بيطلع قرارات غريبه جدا ومش مفهومه، فالمصريين كانوا بيطلعوا يعترضوا عليها. مين سمع بقى الكلام ده كله؟ علماء اللغه. قال لك فكك من الهري ده كله، الكلمه دي اصلها يوناني ودخلت مصر عن طريق اسكندريه، وطلعت بعد كده من اسكندريه لكل محافظات مصر. يطلع بقى علماء لغه تانيين يقول لك لا، الكلمة دي متاخدة من اللغة العربية الفصحى، يعني العطش الشديد أو الحزن الشديد، ويقال إن البدو كانوا بيستخدموها زمان في الإشارة للأغنام. يا لهوي أنا دماغي لفت، بقى كل القلق ده يطلع من الكلمة الصغيرة دي؟ يا سبحان الله.